النهاردة هكلمكم على مكان مهم جدا وجميل جدا في مصر القديمة أو في الفسطاط، بل في مصر كلها، وهي الكنيسة المعلقة. تعالوا نعرف ايه القصة وايه الحكاية. هي الكنيسة المعلقة هي مشهورة باسم الكنيسة المعلقة. طب وليه اتسمت باسم الكنيسة المعلقة؟ لأنها اتبنت على برجين من أبراج حصن بابليون أهي، عشان مبنية هنا على برجين من أبراج حصن بابليون فاتسمت باسم الكنيسة اللي هي المعلقة، مش عشان متعلقة، لأ، عشان مبنية على حاجة فاتسمت بالكلام ده. تمام. طب لكن هي أصلا طبعا اسمها الحقيقي اسمها كنيسة السيدة العذراء مريم البتول كاسم، لكن كشهرة باسم الكنيسة المعلقة. وهنشوف طبعا التجويف بتاعها وان هي ازاي اتبنت على الحصن. وطبعا حصن بابليون ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ده كان بيرجع طبعا للعصر الروماني في عصر الامبراطور تراجان. تمام. طيب، الكنيسة المعلقة عايزة اقول لكم كمكانة وكتاريخ للكنيسة بترجع للقرن الثالث او الرابع الميلادي. يعني لو احنا كده قلنا كتاريخ ومكانة الكنيسة بترجع للقرن الثالث أو الرابع الميلادي. لكن كل ما يخص محتويات الكنيسة أو اللي حوالين الكنيسة من محتويات بيرجع من القرن التمنتاشر وانت طالع. يعني المحتويات الكنيسة أو الحاجات اللي موجودة في الكنيسة بعضها بيرجع للقرن التمنتاشر وانت طالع. طب ليه؟ اشمعنى؟ أقول لك بكل بساطة كويس، لأنك أنت في الفسطاط، والفسطاط لو اتكلمنا عنها من ناحية التاريخ والأحداث السياسية اللي حدثت فيها، هنقدر نقول إن الفسطاط اتعرضت للحريق مرتين، مرة في العصر العباسي ومرة في العصر الفاطمي. فبالتالي إن الحريق ده لما حصل في الفسطاط طبعا أثر على الآثار، ومش الكنيسة بس، ده أثر كمان على الآثار كلها والمعابد زي المعبد اليهودي اللي موجود وجامع عمرو بن العاص وحاجات كتير جدا. عشان كده هنلاقي إن أغلب الحاجات اللي موجودة بترجع من القرن التمنتاشر وأنت طالع. طيب، الكنيسة نقدر نقول إن هي ليها أهمية وفريدة من نوعها، وإن الكل يجي بالذات عشان خاطر الكنيسة دي. طب اشمعنى وليه؟ ده هنقوله اكتر لما نشرح الاثر فوق، ولكن عايزه اقول لكم كاهميه اولا ان العائله المقدسه جت هنا، وجت في في ناحيه كنيسه ابي سرجه، وانا عملت شرح على كنيسه ابي سرجه والمغاره بتاعت كنيسه ابي سرجه. فيكتفي ان العائله المقدسه عدت على المكان ده يعتبر الكنيسه المعلقه ليها ليها اهميه. دي رقم واحد. رقم اتنين، نقل مقر البابويه، مقر البابا اللي كان موجود في الاسكندريه اتنقل للكنيسه المعلقه، فاصبح تتويج البابا فين؟ في الكنيسه المعلقه، فده زاد اهميتها اكتر. واحنا عارفين طبعا ان مقر البابويه كان موجود في الاسكندريه طبعا نسبه لمين؟ للقديس مرقس الرسول، اللي هو اول من بشر بالمسيحيه في مصر، وخاصة في في الإسكندرية، وانتشرت بعد كده. وطبعا ده ليه قصة كبيرة جدا احنا مش عايزين يعني نخش في تفاصيلها قوي. فكان مقر البابوية موجود، جم في القرن الحداشر الميلادي اتنقل مقر البابوية من الإسكندرية ودخل هنا في الكنيسة المعلقة، واستمر يعني حوالي 7 قرون، يعني حوالي 700 سنة كان موجود هنا في في الكنيسة المعلقة. دي برضو من ضمن الأهمية بتاعتها، عشان كده برضو حاجة مميزة. طب من ضمن أهميتها إن كان بيتم فيها زي مثابة محكمة، المحاكمة، محاكمة الخارجين عن طقوس الكنيسة أو المهرطقين اللي خارجين عن الديانة، فكان بيتم محاكمتهم في المكان ده. دي برضو. طب من ضمن الحاجات كان بيتم فيها الاعتراف. ايه هو الاعتراف؟ يعني شخص أخطأ ارتكب ذنب، فكان بيقعد في هنا في الكنيسة على كرسي ما يسمى كرسي الاعتراف، وكان بيقعد طبعا مع رجل الدين وبيقول الذنب ده عشان بعد كده يتغاضى عن هذا الذنب طبعا ويتوب عن هذا الذنب. فكان بيتم فيها الاعتراف، فتعتبر كمكانة ليها مكانة كبيرة جدا ومهمة جدا. طيب، عايزة اقول لكم انا لسه ما دخلتش الكنيسة. يعني انا لسه ما دخلتش الكنيسة، انا كل ده عند عند مدخل خارجي للكنيسة. يعني انا في الكنيسة بس ده مدخل خارجي منها، لان زي ما قلت لكم الاحداث والتطوير والترميمات اللي حدث، فانا كل ده لسه ما دخلتش الكنيسة. فانا مدخل خارجي بيرجع للقرن القرن العشرين، والبرجين دول اللي انتوا شايفينهم دول بيرجع بيرجع للقرن التسعتاشر. تمام. طيب تعالوا مع بعض بقى احنا نبتدي ندخل الكنيسة ونشرحها ونتكلم عنها، وخاصة هنتكلم على الطراز البازلكي. بس احنا طبعا الطراز البازلكي اللي في الكنيسة هنا طراز مختلف خالص عن الطراز البازلكي المعروف، عشان كده الكنيسة هنا مميزة، وده هنتكلم عليه اكتر. تمام. وهنشوف برضو بعض الاحداث او الحاجات اللي اللي حدثت في الكنيسة. انا هنا طبعا بقى بدأت اخش من الممر، لما طلعت طبعا على السلام اهو ودخلت هنا بقى
بدأت أخش هنا من الممر، يدخلني بقى على صحن الإيه الكنيسة بقى الخارجي، ويدخلني على الرواق اللي انتوا شايفينه ده. تمام، ومنها بقى أخش إيه داخل الكنيسة. طيب تعالوا بقى هنا نتكلم شوية واقول لكم وانا شرحت على فكره الرواق المستعرض او اتكلمت على الكلام ده، لكن احنا هنشرحه تاني لانه ليه حاجه مختلفه بقى اضيفها لكم تانية يعني مهمه. طيب اولا انا عايزه اقول لكم بس ان كلمه كنيسه ككلمه اقولها لكم باختصار، هي جايه من كنيشيا باللغه الارميه بمعنى طبعا مكان الاجتماع، وجايه في اللغه اليونانيه بمعنى اكليسيا برضو مكان الايه الاجتماع. وبعد كده طبعا تدرجت طبعا في كذا لغة وكذا اسم طبعا وكده لحد ما وصلت لكلمة الكنيسة. تمام، ده بس باختصار شديد جدا عشان نعرف بس ايه اصل كلمة الكنيسة كانت ايه، كانت جاية منين. طيب احنا طبعا هنا فين؟ احنا هنا طبعا بقى عند مدخل بقى الخارجي من الكنيسة نفسها بقى. خلاص انا طلعت ودخلت. تمام، يبتدي بقى انا داخل هنا على ايه، على الطراز البازلكي. طبعا والطراز البازلكي طبعا ده معروف جدا في الكنيسة او معروف في الكنائس بصفة عامة. تمام، لكن في الكنيسة المعلقة اللي موجودة في مصر مختلف خالص، لان احنا لما هنخش جوه هنشوف تخطيط مختلف تماما. ولا طبعا ان اغلب الكنائس طبعا ليها كذا طراز، يعني مثلا الطراز البازلكي، عندنا الطراز البيزنطي، عندنا الطراز اللي واخد الطراز بقى المصري القبطي او الطراز المصري، وعندنا الطراز اللي واخد شكل الصليب المعكوف. ففي كذا حاجه مختلفه جدا موجوده من ناحيه تصميم الايه الكنيسه. طيب انا اول حاجه هنا واقف في حاجه اسمها ايه، الصحن اللي موجود هنا، ومن الصحن يعمل لي رواق مستعرض. واتكلمت عن الرواق المستعرض ده في كنيسة أبي سرجة من ضمن الطراز البازلكي، الرواق الايه المستعرض. طيب هنا واحد يسألني يقول لي طب هو ليه ما يدخلنيش على طول؟ يعني ليه ما يدخلنيش من الصحن ويعمل لي المدخل واخش؟ لازم ليه لازم يعمل لي رواق مستعرض بعد كده الرواق المستعرض ده يدخلني بقى للكنيسة؟ اقول له هنا بقى دي تختلف كتير قوي. اولا هنا عايزه اقول لكم ان في الرواق المستعرض او ناحيه الصحن ده كان في طبقه موجوده اسمها المواعيزين. خلي بالكم من النطق، المواعيزين. الطبقه دي دول اللي نقدر نقول عليهم ايه، دول مثلا هم دول داخلين المسيحيه بس لسه ما يعني ما عندهمش ايه لسه ما دخلوش بشكل رسمي. فاهمين القصد ايه؟ يعني بمعنى تاني او اوضحها لكم، يعني اختبار صدق ايمانهم بالمسيحيه. فدول كانوا بيحصل لهم ايه، دول كانوا بيقعدوا 3 سنين، 3 سنين بيبقوا واقفين بره، بره الايه، بره الكنيسه كده واقفين. تمام، في داخل الواقع المستعرض او الحته دي بصفه عامه، وبيسمعوا الصلوات وكل حاجه وكل حاجه تمام. تمام، وكانوا بيقعدوا 3 سنين، كان لسه عشان كان بيتم طبعا رجال الدين بيتاكدوا من صدق ايمانهم بالمسيحيه وهكذا. فكان 3 سنين بيقعدوا عشان طبعا بيتم التهيئة بتاعتهم من الناحية الايه بقى، من الناحية الذهنية والناحية الروحانية، عشان يبتدي يدخلوا المعمودية، عشان يتم طبعا بعد كده الدخول رسميا في ايه، في المسيحية. فكان من ضمن فايدة وجود الرواق المستعرض ووجودها او الساحة دي حاجة اسمها طبقة ايه، المعاوزين. ودي من ضمن الطبقات اللي كانت بتقف طبعا اللي لسه عندهم ايه، بيتم اختبارهم بصدق ايمانهم بايه، بالمسيحية. دي رقم ايه، دي نمرة واحد. طيب نمرة اتنين هنا أنا بهيئك. يعني إيه بهيئك؟ يعني كان من ضمن الحاجات اللي موجودة إن كان في الرواق المستعرض كان في زي كان بيتم فيه، يعني كان بيبقى فيه زي حوض كبير. الحوض ده كان بيتم فيه زي غسل الأيدي والأقدام قبل الدخول للكنيسة بصفة عامة. وهنا أنا بهيئك، اللي هنا الفنان أو هنا بهيئك. ليه بهيئك؟ لأن هنا أنت داخل هنا من ناحية الغرب، والصلاة في الكنيسة ناحية الشرق، وده هنشوفه، ده اتكلمنا عليه قبل كده بس هنشوفه أكتر بقى لما نخش جوه. بس هنا من ناحية الإيه، الغرب. فناحية الغرب ده هنا إيه، العالم كله بقى، عالم الدنيا بقى والدوشة والزحمة. فبهيئك روحانيا اللي أنت تتجرد من كل ما لديك من مشاكل ومن وبهيئك تخش داخل الكنيسة، لأنك عشان هتبقى ناحية الشرق، ناحية طبعا مكان الصلاة. فبالتالي الكنيسة هي مكان ايه، يعتبر معالم الطريق الروحي اللي بيسلكه المؤمن عشان يوصل منه لايه، للملكوت بتاع السماوات. عشان كده ده هنا بقى الرواق المستعرض وفكرته اللي هو هنا التهيئة بتاعت الشخص اللي بهيئك منه وبدخلك منه بعد كده ناحية الايه، ناحية الكنيسة بقى، عشان خلاص تبقى أنا صافي من الناحية الايه، وصافي من الناحية الوجدانية عندك، ومستعد بقى ان انت على تعيش في الأجواء بتاعت الايه، الكنيسة. طيب عايزه اقول لكم على فكره ان الواقع المستعرض ده مش موجود في الكنائس بس. يعني لو اتكلمنا في الجوامع عندنا من
ضمن الجوامع اللي شرحناها جامع الصالح طلائع. تمام. كان في فكرة الرواق المفترض، لكن طبعا استخدامه مختلف طبعا عن استخدامه ايه في الكنيسة. طيب. طب تعالوا بقى نتكلم من الناحية الأثرية للرواق المستعرض. أولا هو مبني على 3 عقود أهي، اللي واخدة شكل حتوة الإيه الحصان دي أهي، 3 عقود أهي، عقد وعقد واتنين، وادي العقد اللي هو التالت. تمام. لو بصينا على الواجهة بتاعت الرواق المستعرض، واجهة جميلة جدا، ده كأنها واجهة إسلامية، بس طبعا الطابع بتاعها الطابع المسيحي فعليه الصلبان. يعني هنلاقي طبعا إن معمولة هنا من الأرابيسك، نظام الأرابيسك طبعا، الزخارف النباتية والهندسية اللي موجودة فيها الجميلة. تمام. هنلاقي حتى الأعمدة المدمجة أهو، شكل العمود المدمج مع عمود تاني، فدي بنقول عليها الأعمدة الإيه؟ الأعمدة المدمجة. فده تحس إن هي إسلامية، لكن طبعا بالطابع المسيحي بتاعها الصلبان، فأدت الطابع بتاعها. تمام. هنلاقي الباب وهنشوفه بشكل أكبر وبشكل واضح طبعا. الباب ده بيرجع للعصر المملوكي. تمام. وعليه أشكال الطبق، إن شكل الطبق النجمي، وإحنا عارفين طبق النجم ده منتشر أكتر، موجود فين؟ في الجوامع الإسلامية بشكل كبير جدا. هنلاقي هنا بقى موجود هنا في الكنيسة هو بشكل أكبر، وهنشوفه بشكل واضح. وهنلاقي في رمزية الطبق النجمي إيه؟ هنلاقي إن في السيد المسيح هو ضابط الكل، أو هو في النص، وحواليه تلاميذ الإيه؟ تلاميذ السيد المسيح. تمام. طيب. هنلاقي طبعا البابين، باب يمين او باب شمال، يبتدي بقى يخش منه الايه باب يخصص للرجال والسيدات، المفروض اللي كان بيتم يعني، او اللي كان بيبقى ايه، اللي كان بيبقى موجود. طب واحد يقول لي طب ده في زي حنية، ان اللي احنا نقول عليها محراب، بس هو مش محراب، احنا بنقول عليها هنا في الكنيسة حنية. فطب هو ايه ده وصلك كانت هنا؟ اقول لك لا، ما اقول لك بكل بساطه خالص. ليه؟ لان كان في طبقه المواعظين اللي كانوا موجودين، فبالتالي هي كأنهم داخل الكنيسة، بس هم مش داخل الكنيسة زي ما قلت لكم، هو لسه بيتم اختبار إيمانهم وصدق إيمانهم. فبالتالي إيه؟ بيتم إن هم بقى بيبقوا إيه؟ بيبقوا لسه بره، فبالطقوس بيسمعوها وكل حاجة بيعملوها، لكن لسه ما دخلوش جوه خالص عشان يبقوا مع المؤمنين داخل إيه؟ داخل الكنيسة. طيب. هنبتدي بقى إحنا نعمل إيه؟ هنبتدي بقى هنخش بقى جوه الكنيسة، وهنتكلم أكتر بقى على الطراز البازلكي، وهنشوف الفرق، ونعرف الفرق ما بين الطراز البازلكي اللي موجود الشائع بصفة عامة وجت تسميته منين والكلام ده، والطراز بقى البازلكي المصري اللي ادى تميز فريد للايه للكنيسة. احنا بقى دخلنا داخل الكنيسة. تمام. وتعالوا بقى نشوف الطراز البازلكي اللي هو بقى المصري المختلف اللي اتميزت بيه الكنيسة المعلقة. تمام. بس قبل ما ادخل لكم على الشرح والطراز البازلكي، عايز اقول لكم حاجة برضو مهمة جدا. لما بقول لكم مثلا في باب هنا موجود من العصر المملوكي، او الاعمده دي مثلا من العصر كذا او كذا، عايز اقول لكم ان بصفه عامه ان مصر نسيج واحد، يعني في تاثير وتاثر او تبادل. يعني هتلاقوا ان في الجوامع الاسلاميه، وخاصه مثلا مثال على كده جامع الناصر محمد بن قلاوون في القلعه مثلا، هتلاقوا بعض الاعمده عليها صلبون. هل استجلال الاثر او مثلا تعدي على الاثر؟ لا، الكلام ده مش صح. الكلام ده اللي هو بيدي روح الأثر مرة تانية وتوظيفه مرة تانية. يعني ما تستغربوش لما تلاقوا مثلا أثر مصري قديم موجود في أثر إسلامي، يبقى هنا بعمل إعادة توظيف للأثر وروح للأثر، مش تعدى على الأثر، لأن طبعا هما كانوا فاهمين قيمة الآثار أكتر مننا، فهم كانوا عارفين قيمة الآثار. فهنا أنا بعمل إعادة روح للأثر وتوظيفه مرة تانية، عشان كده هتلاقوا فيه التأثير والتأثر أو النسيج الواحد بتاعنا ده اللي مش موجود عند أي حد بعد كده. تمام. طيب. صراحة لما دخلت بقى الطراز البازلكي في الكنيسة، سبت لكم حاجة كده قلت لازم احكيها لكم هنا او اقول لكم نبذة عنها في الحتة دي. هي فكرة طبعا، هي الحاجة دي خاصة بالأنبا إبرام، اللي هو في حادثة نقل جبل المقطم. يعني برضو من ضمن ما يميز الكنيسة ومن ضمن أهميتها، وحبيت أحكيها لكم هنا عشان تحسوا بأجواءها أكتر. حادثة نقل جبل المقطم، يعني إحنا عندنا إن الأنبا إبرام حدث بعض المشكلة، وبحكي لكم عليها إن شاء الله لو اتكلمنا على درس معاني الخراز، عشان ليها تفاصيل كتير. لكن حدث مشكلة في العصر الفاطمي أيام عصر الخليفة العزيز بالله، فجه هنا الأنبا إبرام في الكنيسة المعلقة، وصلى وصام حوالي 3 أيام إلى أن ظهرت له السيدة العذراء وإيه، وبشرته بقى بنقل جبل المقطم. فتعتبر برضو من ضمن أهمية الكنيسة أو كأهمية كبيرة نقل جبل المقطم. طيب. تعالوا بقى نتكلم على الطراز البازلكي او الايه التصميم المعماري. احنا طبعا اتكلمنا على الطراز البازلكي ده قبل كده. فين؟
اتكلمنا عليه في كنيسة أبي سرجة وشرحنا ووضحنا في كنيسة أبي سرجة، ده بكل بساطة. ولكن تعالوا بقى هنا نوضح أكتر ونبين إيه، ونبين أكتر ونقول كمان الرمزيات اللي موجودة في الكنيسة. طيب الطراز البازلتي هو أصله بيرجع منين؟ عايز أقول لكم هو أصله أصلا بيرجع للإيه؟ لليوناني. الأصل الطراز البازلتي اليوناني اللي هو ما يسمى طراز القاعة أو ما يسمى القاعة الملكية. تمام. وأصبح شائع بعد كده في الأسواق ومجالس الشيوخ، بقى مكان واسع. تمام. ما كانش فيه صفوف أعمدة، لا هو كان عبارة عن إيه، تخيلوا معايا الطراز القاعة ده أو القاعة الملكية في العصر اليوناني كان عامل إزاي، كان مكان واسع. تمام. وكان السقف بتاعه سقف جمالوني اللي هو الشكل ده دلوقتي، واقول لكم فكره السقف الجمالوني دلوقتي. السقف الجمالوني يعني ايه جمالوني؟ يعني واخد زي شكل مخروطي، يعني شكل مثلثي كده، مدي على شكل مثلثي. تمام. تمام. وده كان بيتجمع فيه ناس كتير جدا داخل القاعه دي، ناس كتير. فبيبقى التركيز على محور واحد. يعني ايه التركيز على محور واحد؟ يعني لو شخص مثلا واقف في الحته دي، بيبقى التركيز عليه من خلال جموع الناس اللي باصين عليه. تمام. ومن فايدة وجود الطراز البازلكي أو عمل الطراز البازلكي إن التركيز بيبقى على محور واحد على الشخص. تمام. مساحة واسعة فبيتجمع عدد كبير من الناس. ال 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 العلو بتاع الطراز البازلكي، النوافذ اللي واخدة شكل مرتفع فيديلك إضاءة وتهوية للمكان بشكل كبير جدا. وكمان وجود السقف الجمالوني أو الشكل المقوس أو المخروطي بيعلي الصوت، فكأنك فبترج الصوت فين؟ في المكان كله. طبعا في الكنيسة مش عشان الصوت بس، لا ده عشان رمزية طبعا وعلو الصلوات بشكل كبير جدا. تمام. ففكرة هنا بقى الطراز البازلكي، فلما جه القديس مرقس وشاف الطراز ده او شاف الاسلوب بتاع اليوناني ده، طبقه عم عمله في اول كنيسه عنده في مصر في الاسكندريه. تمام. فبقى نهج باقي الكنائس او الكنائس اللي متصممه على الطراز البازلكي مشيت على الكلام ده، مشيت على وجود طراز القاع او طراز القاع بالشكل ده. واتطور بعد كده بقى في فكره صفوف الاعمده زي ما انتم شايفين. تمام. لكن انا عايز اقول لكم حاجه برضو مهمه، ان كل ده اصلا بيرجع للحضاره المصريه القديمه. لان اصلا اليونان واخدين من مين؟ واخدين من المصريين. يعني مصر هي الاساس، فكلهم متعلمين من المصريين. فبالتالي هم واخدين من مصر ومنفذين من مصر فكره السقف الجمالوني. لان لو بصينا على فكره السقف الجمالوني ده موجوده في الاهرامات وموجوده في حتت كتير. والصاله زي صاله الاعمده او الصاله الواسعه اللي موجوده في المعابد. فكل ده اصلا متاخد منين؟ متاخد من الحضاره المصريه، واتطور عليه او اتطبق عليه بعد كده. وكلنا وبعد كده كله خد من الاصل والحضاره المصريه، واتطبق عليه او اتطور عليه. فاهمين قصدي؟ فانا عايز اقول لكم كل ده من اصل الايه، الحضاره المصريه القديمه. لكن حبيت بس اديكم كفكره الطراز البازلكي اللي هو كان متاخد كايه، كمن الناحيه اليونانيه، فكره طراز الايه، القاع او القاعه الملكيه. تمام. يبقى ده الطراز البازلكي كشرح ليه. طيب في الكنيسة المعلقة بقى، احنا قلنا ان الطراز البازلكي اتطور وبقى فيه صفوف من الأعمدة. فاحنا عارفين ان الطراز البازلكي الشائع ايه؟ مساحة مستطيلية. اهي انا واقف في مساحة مستطيلية. تمام. بتنقسم المفروض لثلاث أقسام، أكبرها أوسطها. يعني أكبرها أوسطها اللي هو الجزء اللي في النص بيبقى أكبر حاجة. في الكنيسة المعلقة إيه، لا اختلفت بقى. احنا نقول عليها بقى الطراز البازلتي المصري. ده التصميم اللي مختلف بقى، اللي ميز الكنيسة واللي مش موجود في اي حتة تانية، بالتمييز عن الكنيسة المعلقة اللي هي واخدة ايه، الطراز البازلتي المصري اللي هو ايه برضو، اللي هو مساحة مستطيلية. مساحة مستطيلية اللي انا واقف فيها. تمام. طيب بتنقسم لكام صف بقى؟ ثلاثة؟ لا لأربع صفوف. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، وادي أربعة الجزء اللي هناك ده. أربعة الجزء اللي هناك أهو. طب أكبرها أوسطها مين؟ أكبرها أوسطها اللي هما الاتنين اللي في النص. يعني الجزء ده اللي هو الجزء الحتة دي، والحتة اللي أنا واقف فيها دي دلوقتي، يبقى أكبرها أوسطها اللي هما الاتنين. فعشان كده الكنيسة المعلقة كطراز فريد وطراز مميز والكل بيجي عليها، تميزها بالطراز البازلتي المصري المختلف بوجود اللي هو الايه، أربع صفوف أو أربع أقسام، أكبرها أوسطها اللي هما الاتنين الايه، الموجودين. تمام. طيب ده بكل بساطة الطراز البازلتي المصري وأصل الطراز البازلتي المصري. السقف الجمالوني، قلنا السقف الجمالوني صوت كبير، صوت الصلاة يترج كله أو يوصل كله في أرجاء الكنيسة. لكن فكرة السقف الجمالوني هو واخد شكل سفينة سيدنا نوح. وسفينة سيدنا نوح احنا عارفين هي النجاة من الطوفان. تمام. فبالتالي رمزيتها في الكنيسة ايه؟ شكل السفينة. يبقى هي نجاة المؤمنين. تمام. المسيحيين.
فالنجاة والخلاص من الذنوب. فالنجاة من بحر العالم، ايه هو بحر العالم المليء من الذنوب والخطايا. فيعبر المؤمنين بشكل اللي هو شكل وكأن الكنيسة دي هي السفينة. فيعبر المؤمنين وكأنهم بيعبروا عشان يتخلصوا من الخطايا سالمين من ايه، من الخطايا او اي شيء في ذنوب. فاهمين قصدي ايه؟ عشان كده تلاقي الطراز البازلتي بالسقف ايه، بالسقف الجمالي. طيب، طبعا احنا اتكلمنا طبعا على تصميم المعماري الكنيسة او بعض الحاجات الاساسية اللي بتبقى موجودة في الكنيسة، وهنتكلم عليها تاني ونوضحها اكتر عشان خاطر في رمزيات حلوة جدا وحاجات جميلة جدا ومهمة جدا. طيب، آه اللي هنتكلم عنه الانبل طبعا، اللي هو اللي بنقول عليه في الجوامع المنبر، واتكلمنا عليه قبل كده في كنيسة ابي سرجة. وهنا في الانبل طبعا اللي هو بيطلع عليه رجل الدين ببساطة عشان بيلقي الوعظ وما هو مكتوب في الايه، في الكتاب المقدس. تمام. وبيبقى دايما الاعمدة او الاعمدة، رمزية الاعمدة بتبقى ساعات 12 عمود، يعني تلاميذ السيد المسيح والسيد المسيح نفسه، يعني 13 12، وفي منها 15. يعني هنا في الأنبل اللي موجود هنا 15 عمود. طب واحد ليه يقول لي 15؟ اقول لك هنا عشان حاطط ضيف اتنين من القديسين، اللي هو القديس لوقا والقديس مرقس، من إضافة بقى لإيه، للسيد المسيح وتلاميذ السيد المسيح. تمام. ورمزية الأنبل إيه، اللي هو بيطلع عليه رجل الدين، ورمزيته وكأنه رمزيته اللي هو بيشبه الجبل الذي صعد عليه سيدنا موسى عشان يتلقى الشريعة من إيه، من الله. تمام، فاهمين؟ فهي دي رمزية الإيه، وجود الأنبل. ونلاقي إن الأعمدة نفسها بتاعت الأنبل على فكرة عصر المملوكي، يعني واخدة الطراز الرخامية من العصر المملوكي. تمام. بس طبعا زي ما قلت لكم التأثير والتأثر ونسيج واحد والتطوير والمعمار والفكر ده، فكل ده عشان كده ما نستغربش من الكلام ده. تمام. يبقى ده الأنبل. طيب، الأنبل استمر كفترة أو يعني كمدة، وبعد كده حلت محله المنجلية واتكلمنا عليها قبل كده. ويعني ايه المنجلية؟ اللي هي دي، شايفين دي اللي هي الشكل ده اهي، الشكل العالي ده كده. تمام. ده اسمه المنجلية، والمنجلية أي المكان الذي يوضع عليه الإنجيل أو الكتاب المقدس. تمام. أي المكان الذي يوضع عليه الكتاب المقدس. ورمزيتها في إيه؟ رمزيتها نفس الكلام، الفكرة إن هي بيوضع عليه زي الجبل الذي صعد عليه سيدنا موسى، الذي يتلقى عليه الإيه، فكرة برضو الشريعة. تمام، فاهمين؟ يبقى المنجلية برضو إيه، نفس الكلام اللي موجود. طيب، بس هنا هنلاقي في اتنين منجلية. يعني هي المفروض نقول منجلية واحدة، لكن هنلاقي هنا إن في اتنين منجلية. ليه؟ لأن إحنا بكل بساطة أو بكل توضيح قلناها قبل كده ونقولها تاني، إن في باللغة القبطية وفي باللغة العربية، لأن طبعا الدنيا اتطورت أو اختلفت. مع الاختلاف طبعا، وإن اللغة القبطية من اللغة المصرية القديمة، بس طبعا مع دخول بقى إلا ثقافات جديدة وحاجات جديدة إلى آخره، أصبحت اللغة المصرية بقت خلاص مش اللغة المستخدمة بشكل قوي، بقى في اللغة العربية. فاضطروا اللي هم يعملوا الإنجيل كلغة قبطية زي ما هو موجود في المنجلية، والتاني باللغة العربية عشان يبقى معرب ومفهوم لإيه، لبعض المؤمنين الموجودين في إيه، في الكنيسة. تمام. عشان كده تلاقوا فيه اتنين إيه، اتنين منجلية. طيب، هنلاقي بقى إن الكنيسة المعلقة، تمام، بتتميز بإيه بقى؟ بحاجة اسمها الهيكل. واتكلمنا على الهيكل ده قبل كده في كنيسة أبي سرجة. تمام. لكن هنا هنبقى نوضحه أكتر ونوضح بقى الرمزية بتاعته أكتر. تمام. طيب، الكنيسة المعلقة فيها يا جماعة حوالي 7 هياكل. 7 هياكل. يعني الجزء إيه هو الهيكل؟ بس عشان ما حدش لو مع الجزء اللي جوه ده، اللي واخد شكل القبة ده، أو اللي واخد الشكل اللي فيه الجمالوني ده من جوه، ده الهيكل ككل. يعني المكان ده اللي هو الحتة دي كده ككل اسمها الهيكل. ده اسمه حامل الايقونات وهنتكلم عليه دلوقتي، بس احنا بنتكلم ان ككل وكجزء جوه ده كله اسمه الهيكل. تمام. هو ده المنطقة المقدسة اللي بيخشها رجل الدين، بس مش أي حد يخش جوه، وقلتها لكم قبل كده. تمام. طيب، هنا في الكنيسة المعلقة فيها كام؟ 7 هياكل. طب واحد يقول لي أنا شايف 3 بس، أنت بتضحك علينا. أقول لك لأ، لأن أصلا لو دخلت بعينك كده في الحتة دي، شايفين المدخل ده بيدخلك على الكنيسة القديمة اللي أنا قلت لكم عليها، إن تاريخها بيرجع لإيه، للقرن الرابع الخامس أو القرن الثالث الرابع الميلادي. من القرن الثالث الرابع الميلادي هتلاقوا ان داخل الكنيسه القديمه فيه 3 هياكل كمان. تمام. ده غير ان في جزء فوق في هيكل كمان. فبالتالي عدد مجموع الهياكل الموجوده في الكنيسه 7 هياكل.
هنا منهم ثلاثة ورمزية العدد ثلاثة. وطبعا هقول لكم ليه بيبقى فيه ثلاثة، يعني في الكنيسة المعلقة أو الطراز البازلتي المصري بالثلاث هيكل، ليه ما بيبقاش فيه هيكل واحد؟ يعني احنا لما دخلنا كنيسة أبي سرجة لقينا فيها هيكل واحد بس أصلا، لكن هنا لا، ده هنا الثلاث هياكل في ثلاث مذابح في الحنية. تمام، وأقول لكم وأوضح لكم الكلام ده أكتر فتختلف كتير جدا. طيب، في فالفكرة العدد ثلاثة ليها رمزية، لكن في الكنيسة بقى أو ليها توضيح أكتر. الهيكل زي ما قلت لكم هو الحتة اللي هي دي الجزء ككل، ماشي؟ طيب، قبل الهيكل أو قبل ما أقول لكم الهيكل بيبقى فيه حاجة اسمها حامل الأيقونات، أو الحاجز ده اللي هو أو الحجاب ده اسمه حامل الأيقونات. وأقول لكم واتكلمت على الأيقونات قبل كده كنبذة وأقولها لكم عليها تاني، بس هنا بيبقى حامل ايقونات. تمام، وايه هي الايقونات بكل بساطة؟ هي صور ترسم للقديسين والرسل والسيدة العذراء والسيد المسيح، يعني مش اي حد يتعمل له ايقونة، لا دي حاجة، والايقونة ليها روحانية كبيرة جدا وهكلمكم عنها اكتر، عشان في ايقونة مميزة هنا، عشان ده برضو اللي بيميز الكنيسة المعلقة، هي ايقونة السيدة العذراء، ودي مهمة جدا. لكن هنا ده اسمه حامل ايقونات، فيعتبر فاصل ما بين المنطقة المقدسة، بيعمل لك فاصل ما بين المنطقة المقدسة اللي هي اللي جوه، اللي هو الهيكل اللي جوه، وما بين المؤمنين اللي قاعدين هنا بقى في مكان الايه، في مكان الصلاة. طيب، مكان الصلاة احنا باصين الصلاة في الكنيسة بتبقى ناحية في هنا في القراءة هنا ناحية الشرق، يعني هنا أينما اتجهت ناحية الشرق. تمام، أنا لما قلت لكم في الرواق المصاب بهيئك من دخول من باب في الغرب، بهيئك وبدخلك عشان توصل الملكوت السماوي في الكنيسة، فبهيئك ناحية الإيه؟ ناحية الشرق. طيب، ناحية الشرق ليه؟ لأن طبعا أما السيد المسيح صعد إلى السماء سيظهر، يعني كما صعد من ناحية الشرق سيظهر من ناحية الشرق أيضا. فهنا المؤمنين بيبصوا ناحية الشرق، فكأنهم هنا بقى بينتظروا هنا مين؟ ينتظروا هنا مجيء الايه؟ مجيء السيد المسيح. يعني مجيء السيد المسيح زي ما صعد او زي ما هيظهر هيجي، فهم منتظرين قدومه مرة تانية او قيام السيد المسيح مرة تانية، عشان كده منتظرينه، عشان كده الصلاة بتبقى ناحية الايه؟ ناحية الشرق. فبيبقى فيه اللي موجود مفروض بقى في الهيكل بقى، لو في الاخر خالص لو ورا بيبقى فيه الحنية اللي انا وريتها لكم بره، اللي هو كانه شكل المحراب. تمام، لا الحنية بقى اللي هي، فهتلاقي في كذا حنية هنا في الهيكل وهنا في الهيكل وهنا في الهيكل. طيب، حمل الايقونات ده بيرجع للقرن ال 13، يعني ده المميز، ده حامل ايقونات للسيدة العذراء، يعني ده حامل ايقونات للسيدة العذراء، اللي على اليمين حامل ايقونات للقديس يوحنا، وعلى الشمال حامل ايقونات للقديس ماري جرجس. تمام، لكن اللي مميز هنا حامل ايقونات للسيدة العذراء، معمول من الخشب طبعا الابانوس المطعم بالعاج، وبيرجع على فكرة للقرن ال 13 الميلادي. تمام. طيب، قلت لكم ان الهيكل ككل هو المنطقه المقدسه، ودي اللي بيبقى رجل الدين اللي هو اللي بيخش فيها، ومش اي حد يخش فيها. تمام، وبيبقى موجود فيها حاجه اسمها المسبح، والمسبح ده المكان اللي بتقدم فيه القرابين او الطقوس الخاصه بالكنيسه، وده رجل الدين اللي بيقدمها. تمام، دي بكل بساطه. طيب، احنا ما قلناش بقى سبب ليه وجود ثلاث هياكل هنا، يعني ليه هنا وجود ثلاث هياكل او ثلاث مذابح؟ ليه ما عملش هيكل واحد؟ ليه ما عمليش مذهب واحد؟ بغض النظر عن رمزية العدد ثلاثة، وعايز اقول لكم ان في الجوامع الاسلامية وخاصة في العصر الفاطمي ثلاث محاريب، بس دي لها رمزية تانية طبعا. لكن ليه هنا وجود ثلاث هياكل؟ لان بكل بساطة، لان هنا الطقوس اللي انا بقوم بيها مثلا في الكنيسه، لو قمت بطقس في الكنيسه في اليوم ده، ما ينفعش اقوم بنفس الطقس على نفس الهيكل مره تانية في نفس اليوم. يعني انا مثلا عملت طقس هنا في الهيكل بتاع السيده العذراء، تمام، ما ينفعش اجي مثلا في نفس اليوم واعمل طقس تاني هنا، لا، لازم اتنقل او لازم اروح هيكل تاني. عشان كده تعدد الهياكل او وجود هياكل مختلفة، ده اللي بيميز الكنيسة المعلقة. فالتلات هياكل اللي هو فكرة قيام الطقوس بقى، ان هنا ما ينفعش اقوم بالطقس هنا، لا، فبقوم بالطقس بقى لو عايز اعمل طقس تاني بقوم بيه في هيكل تاني او في مكان في مكان تاني. تمام، ده بكل بساطة. طيب، الكنيسة زي ما قلت لكم بكل بساطة عشان برضه نوضح اكتر، هي طبعا السفينة دي لو شبهناها أو لو اديناها التشبيه، لو شبهناها أكتر
وكأنها بتتشبه عارفين منظومة السفينة الكاملة، القبطان بتاع السفينة اللي هو رجل الدين اللي بيسير بالناس واللي بيوجه الناس. وكأن هنا النوافذ بتاعت، بص بقى الرمزيات، يعني الكنيسة مش مجرد نوافذ كده وخلاص، لا، كأن نوافذ الكنيسة بتمثل الرسل، تمام، وأحجار الكنيسة نفسها، الحجر في كل كنيسة يمثل القديسين، جدران الكنيسة بتمثل المؤمنين. فبالتالي هي رمزية وكأنها منظومة كاملة كلها مع بعض، كلهم في خط سير واحد أو كلهم متعاونين مع بعض بكل بساطة عشان يحققوا الهدف الأسمى اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الوصول أو العبور أو الوصول لملكوت الإيه؟ ملكوت الإيه؟ السماوي. فاهمين القصدي؟ فبرضه من ضمن حاجات الرمزيات ان مش مجرد ان وجود شبابيك كده وخلاص اضاءة، لا دي ليها رمزية. واحجار او جدران مش مجرد وجود احجار وجدران وخلاص، لا دي في وجود رمزية. تمام. طيب، في حمل الايقونات ده هنلاقي بقى حاجة ايه؟ حاجة بقى رمزية اكتر كمان من ناحية حمل الايقونات اللي هو من براه. طبعا القنديل بتاع الاضاءة، اللي هو الإضاءة اللي هو بينير، اللي هو الإضاءة الخاص بالنور، يبقى اللي خاص بالنور الروحي أو الناحية الروحانية والنور الروحي اللي بيضيء دايما، اللي ما بيطفيش. تمام. دي رقم واحد. طيب، رقم اتنين هنلاقي بقى حوالين عند حامل الأيقونات كده، بصوا بقى نركز مع بعض في زي حاجة كده مكورة، دي بيضة اسمها بيضة نعامة. طبعا هي مش بيضة نعامة اللي هي بيضة نعامة، لا، هي كتشبيه من بيضة النعامة اهي. اوضح لكم اكتر اللي هي بالشكل ده. طيب، رمزية وجود بيضة النعامة ليه عند حامل الأيقونات. تمام. من هنا، وإيه رمزية بيضة النعامة؟ لأن في رمزية برضه. إيه الرمزية؟ خلي بالكوا إن هي خاصة بالقيامة، خاصة بالبعث. ليه؟ لأن بيضة النعامة كرمزية أقولها لكم إن هنا جسم صلب، والجسم الصلب ده وكأنه مثلا شيء صلب، شيء جامد. فلما البيضة دي طبعا بتفقس طبعا بيطلع منها طير. فلما بيطلع منها الطير ده كأنه بيعود لإيه؟ بيطلع للحياة مرة تانية. فهنا بيضة النعامة خاصة كأن جسم صلب ميت، ولما انكسر وطلع يبقى عاد للحياة، يبقى خاص بالبعث، يبقى خاصة بالقيامة أو خاص برعاية الله وخاصة بالبعث والحياة مرة تانية. دي من ضمن الرمزية. طب ليها رمزية تانية إيه؟ إن بكل بساطة إن بيضة النعامة، إن النعامة ككائن أو كطير من النوع اللي لما بيقعد على البيت بتاعه إيه؟ بيبقى صاحي، عينه مفجلة، بيبقى واضح كده. فهنا رمزية ايه؟ ان بيضة النعامة او وجود النعامة كقاعدة ان هي شبيهة بالعين، العين اللي مفنجلة، العين اللي ايه؟ اللي شايفة كل حاجة باستمرار ما بتنامش. فهنا يقولك ان هنا تشبيه بالسيد المسيح، كأنه السيد المسيح هنا عينه بيبقى عينه على المؤمنين، وهو ما بتنامش ابدا او بيرعاهم وبيهتم بيهم. فهنا فكرة رمزية وجود ايه؟ بيضة الايه؟ بيضة النعام. فدي برضو من ضمن الرمزيات اللي موجودة. طيب، تعالوا برضو نقول ايه، الايقونات. طبعا الايقونات كتيرة جدا وكل حاجة ليها ايه؟ ليها قصة وليها حكاية وليها رواية. لكن انا يهمني ايقونة مهمة جدا، اللي هي ايقونة السيدة العذراء، اللي احنا بقى بنقول عليها ومفروض نفتخر بيها وكل يفتخر بيها، اللي هي بنقول عليها مونوليزة الفن المصري. تمام. لانها مميزه جدا عكس الموناليزا اللي احنا عارفينها بتاعت دافنشي في عصر النهضه، لا دي مختلفه خالص. عشان كده احنا بنقول عليها موناليزا الفن المصري. تعالوا بقى نشوفها ونعرف بقى الوصف بتاعها، او نشوف الوصف بتاعها عامل ازاي. طيب، احنا طبعا لما اتكلمنا بقى على الكنيسه وقلت لكم بقى على الايقونات بقى، وانا جاي لكم هنا بقى مخصوص عند الايقونه بقى اللي هي ايقونه السيده العذراء. هتلاقوها فين؟ أول ما تخش من المدخل على إيدك اليمين، احود نفسك يمين هتلاقي أيقونة السيدة العذراء أهي. وأنا طبعا لما اتكلمت قلت لكم إن أهم حاجة الأيقونات، ومنها أيقونة السيدة العذراء. عشان كده برضو تلاقوا الكنيسة المعلقة منفردة بنفسها رقم واحد، وهي كل حاجة بسبب أيقونة السيدة العذراء. طب واحد يقول لي يعني فيها إيه؟ أو إيه اللي ممكن يقول لي برضو عشان الكلام ده؟ أقول لك بكل بساطة، هي إحنا بنقول على أيقونة السيدة العذراء هي مونوليزة الفن المصري. ليه؟ بكل بساطة ليه؟ لأن هي شبه الموناليزا أو شبيهة بالموناليزا بتاعت عصر النهضة بتاعت دافنشي. تمام؟ اللي هو أينما اتجهت، أينما يسرت، أينما اتجهت تنظر إليك السيدة العذراء. يعني هي هتلاقيها بنظراتها بتبص عليك أينما ذهبت.
تمام. عشان كده احنا اطلقنا عليها موناليزا الفن القبطي. طيب الايقونه دي بترجع للقرن ال 18، وانا قلت لكم ان اغلب محتويات الكنيسه او اللي فيها بيرجع من القرن ال 18 وانت طالع. فالايقونه دي بترجع للقرن ال 18، واللي رسمها فنان من ارمينيا مش مصري على فكره، اللي رسمها فنان من ارمينيا. تمام. وهي بترجع للقرن الايه ال 18. طيب تعالوا بقى نوصف كده الأيقونة أو نشوف بعض الحاجات الجميلة اللي في الأيقونة وبتعبر. طب الأيقونة زي ما قلت لكم، الأيقونات هي بصفة عامة هي صور ترسم للسيدة العذراء والسيد المسيح والقديسين والرسل. يعني مش أي حد يتعمل له أيقونة. وبكل بساطة عايز أقول لك إن بالأيقونات غصب عن عينك هتفهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا شخص مثلا لا أفقه شيء في الكتاب المقدس، أو شخص مثلا مش متعلم مثلا ما يعرفش حاجة أو ما يعرفش القراءة أو الكتابة، من خلال وجود الأيقونات ووجودها للشخص ده هو بتعرفك أكتر وبتوضح لك الأمور ببساطة كتير أكتر أو ببساطة كبيرة يعني. تمام. دي رقم واحد. رقم اتنين هي تعتبر، عايز اقول لك هي لغة تواصل بكل لغات العالم. يعني ايه لغة تواصل؟ يعني احنا طبعا كل واحد ليه اللغة بتاعته، لا الايقونة بكل لغات العالم هي تقدر توصل لك الفكرة او توصل لك الشيء اللي موجود في الكتاب المقدس بكل سهولة وبكل بساطة. دي نمرة اتنين. رقم تلاتة بكل بساطة خالص، ان دايما تلاقي ان في الايقونات يعمل لك الفوكس على البطل او على السبوت لايت على البطل، يعني او الشيء اللي ليه الاهميه. وده اللي عايز اقول لك، خد بالك ان هنا الايقونه بتتكلم على كذا، فبوضح لك زي مثلا السيده العذراء هنا والسيد المسيح، شوف عاملينها بشكل كبير ازاي وبشكل مالي الصوره ازاي. فهنا بيعمل لك السبوت لايت على السيده العذراء والسيد المسيح عشان بيوضح لك الاهميه اللي في الايقونه دي، او عايز يوصل لك ايه من خلال الايقونه دي. تمام. ده كده بالنسبة بصفة عامة للأيقونة. طيب بكل بساطة ده غير طبعا إن الأيقونة ليها ناحية روحانية أو ناحية روحية كبيرة جدا للشخص اللي يبص ليها، فمش مجرد صورة وخلاص. فدي حاجة برضو مختلفة خالص وفيها كلام كتير جدا ممكن نبقى نتكلم عليه إن شاء الله بقى إيه في وقت تاني يعني. طيب بالنسبة لأيقونة السيدة العذراء زي ما قلت لكم هي منولزة الفن المصري، أينما اتجهت يمينا ويسارا تنظر إليك السيدة العذراء. بس هي مش يمين ويسار، يعني هي نظرتها كأنها من فوق لتحت كده شوية. يعني هي لو تلاقيها بص ما تلاقيهاش ولا بص على السيد المسيح، يعني اللي هو طبعا اللي حطاه على ايديها الشمال ده سيد المسيح، والناحية اليمين عندها القديس يوحنا. فهي ولا بص على ده ولا بص على ده، كأنها بص كده من تحت لفوق، يعني كأنها بتعمل نظراتها من تحت لفوق كده. فكأنها بتنظر للمؤمنين اللي هم داخلين. تمام. فدي عشان كده قلنا عليها موناليزا الايه الفن المصري. طيب لو هنوضح بقى نلاقي ايه؟ هنا ان السيدة العذراء طبعا بالحجم الكبير الواضح. تمام. السيد المسيح موجود على ايديها الشمال، ودايما يا جماعة تلاقوا السيد المسيح في الصور بتاعته مع السيدة العذراء على ناحية الشمال، ما تلاقوش على اليمين ابدا. ما تلاقوش السيد المسيح موجود على اليمين، لا ده تلاقوه موجود ناحية الشمال. ليه؟ ناحية اتجاه القلب بتاع الأم. تمام. دي حاجة. تصوير السيد المسيح نفسه، تمام، تلاقوا تصوير هو التصوير هو جسم طفل، لكن تصوير الملامح تصوير شخص كبير. ليه؟ لأنه هنا تكلم في المهد أو تحدث في المهد. تمام. طيب تلاقوا هنا إن القديس يوحنا يقبل قدم السيد المسيح. تخيل، شوف رغم إن الفرق ما بينهم 6 شهور، لكن هو شوف الحجم بتاعه ازاي، وكأنه بيقبل قدم طفل. ليه؟ هو هنا بيعترف بعظمة السيد المسيح، فعشان كده هو يعلم بعظمة ومجد السيد المسيح، فعشان كده يقبل قدم السيد المسيح. طيب لو بصينا على رمزية الألوان، يعني مثلا لو بصينا على اللون الأزرق اللي لابساه السيدة العذراء هنا بيرمز للمجد السماوي. اللون البني ده اللون الطبيعة الأرضية. تمام. اللون الأحمر أو التاج الأحمر بالنسبة للسيد المسيح أو السيدة العذراء خاص بالملكوت أو خاص بيرمز للمجد والخلاص والسلطنة. تمام. ففي إن الأيقونات برضو كناحية برضو من ناحية الألوان، لا الألوان طبعا ليها رمزية كبيرة وليها أهمية كبيرة. عشان كده أنا قلت لكم إن الكنيسة المعلقة مميزة ومختلفة خالص بوجود كذا حاجة، ومنها أيقونة الإيه؟ السيدة العذراء. تمام. طيب تعالوا بقى هدخلكم بقى جوه، نبتدي نخش جوه بقى عشان نشوف بقى الجزء القديم من الكنيسة. يعني كل اللي أنا شفته ده جزء مستحدث أو جديد، قرن 18 والحامل الأيقونات اللي أنا مريته لكم بتاع السيدة العذراء من القرن 13 وهكذا. لكن تعالوا بقى نشوف بقى الكنيسة أو الكنيسة الصغيرة، ونشوف بقى اللي هي من القرن الثالث الرابع، ونشوف برضو شكل الهياكل اللي موجودة فيها، وأوريكم بقى التجويف اللي اتبنت عليه الإيه؟ الكنيسة.
طب احنا دلوقتي بقى في الجزء الكنيسة القديم بقى، احنا كل ده كنا بنتكلم على الجزء المستحدث. والجزء المستحدث ده زي ما قلت لكم كان اغلب محتويات الكنيسة من القرن ال 18. احنا هنا بقى في الجزء الاصلي من الكنيسة، جزء مصغر منها، وده بيرجع لايه؟ للقرن الثالث الرابع الميلادي لواحد اسمه تكلا همنوت الحبشي. يعني هو رجل دين او كاهن حبشي من الحبشة اسمه تكلا همنوت. تمام. واللي عمل الكنيسة هنا في القرن الثالث الرابع. وخلي بالكم ان الكنيسة اللي اتبنت على الحصن ده دليل ان الرومان دخلوا في المسيحية، لان الرومان طبعا كانوا على الوثنية، فكان طبعا بناء كنيسة على الحصن طبعا ده كان امر خطير ما ينفعش. فبناء الكنيسة على الحصن ده دليل ان الرومان دخلوا في الايه، في المسيحية. طيب، لو بصينا على الكنيسة القديمة اللي احنا واقفين فين، بصوا هو في برضو ثلاث هياكل. انا قلت لكم الكنيسة المعلقة فيها سبع وخلاص، وعرفتكم بقى الهيكل والكلام ده وكل ده. هنا في ثلاث هياكل، يعني في الاخر خالص لو هناك خالص الهيكل القديس تكل هامانوت. اللي في النص ده ده هيكل مستكشف حديثا. اللي هنا ده هيكل القديسة دميانة. تمام. ومنه بقى هتلاقوه مكشوف بقى لو بصيتوا طبعا، بس مش هتلاقوه دلوقتي مكشوف، بس هو دلوقتي هنا مكشوف. بصوا هتلاقوا هنا في بقى المعمودية. تمام. فهنا ده جزء الايه، الهيكل او الكنيسة القديم. طيب، لو بصينا في الحتة دي مكان الست القاعدة دي، لو وراها هتلاقوا الفتحة دي بقى فيها بقى بيوريك التجويف اللي اتبنت عليه الايه، الكنيسة المعلقة اللي اتبنت على برجين زي ما قلت لكم من حصن بابليون. ولو بصينا من ناحية الشباك هنا هنلاقي البوابة اللي هي بوابة الحصن اللي منها دخل عمرو بن العاص ومنها فتح مصر. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم وآرائكم وتفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.